مين هو بطل أي ديزاين؟ أي صورة حلوة هي بتبقى عبارة عن ضوء، وأنا بشوف إن الإضاءة هي البطل لأي ديزاين صح. بما إننا بنتكلم عن الطبيعة والتصميم الحيوي، فأقتصر كلام على الإضاءة الطبيعية. ولو رجعنا بالذاكرة لورا وافتكرنا بيوت زمان قد إيه هي كانت مريحة والأمراض فيها أقل، وده مش بس عشان هي كانت واسعة، ولكن مصممين زمان كانوا بيعتمدوا على دخول الهواء والإضاءة الطبيعية لكل كورنر في البيت. وده مهم جدا لأنها بتقتل الميكروبات، فبالتالي بترفع من صحة البيت. ده بجانب إنها بتخلينا نستخدم الإضاءة الصناعية أكيد بشكل أقل. وفي أكتر من طريقة عشان أقدر أزود بيها الإضاءة الطبيعية عندي لكل كورنر في البيت. أول حاجة هي إني أستخدم المرايات بشكل مظبوط بحيث إن هي تعكس لي الإضاءة اللي جاية من الفتحات وتنشرها في الكورنرز اللي مفيهاش إضاءة كافية. تاني حاجة وهي إني ممكن أستخدم قطعة فرش أو عنصر من عناصر الديكور يكون السطح بتاعها ريفلكتيف بحيث إن هو برضو يعكس لي الإضاءة الطبيعية لو كان هيناسب الستايل بتاعنا. واهم حاجه هي اني ما احطش قطعه فرش او اي عائق قدام الفتحات سواء من بلكونه او شباك. وفي ديزاين الاستوديو ده انا عندي شباك واحد بس صغير في الصاله، وهي مقسومه لجزئين، جزء ليفينج وجزء دايننج. اول حاجه عملتها هي اني ما حطيتش اي قطعه فرش قدام الشباك على الرغم من ان المساحه صغيره، وخليت القعده مفتوحه حواليه. وكمان عملت كلادنج للحيطه المقابله للسفره من المرايات عشان تنشر لي الضوء في الصاله اكتر. كمان بتكمل الستايل وتخلي المكان شكله أحلى بكتير. إننا نتعرض للشمس الصبح بدري ده بيأثر بشكل إيجابي على الساعة البيولوجية عندنا، بيعمل على انتظام ساعات النوم. لو عايز تشوف أفكار أكتر عن التصميم الحيوي اعمل لايك وفولو واستنى الحلقات الجاية من البرنامج.